مع الارتفاع الرهيب لسعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر خلى اوبشن انك انت تكسب فلوس من خلال بيع خدمات او منتجات للمصريين اللي عايشين في مصر صعب جدا، لانك انت هتطلب مقابل عالي شوية على المصريين اللي موجودين هناك. طيب ايه الفرصة هنا؟ الفرصة اللي كل واحد فينا المفروض ان هو ينتهزها انه يصدر خدماته او منتجاته خارج مصر لامريكا، اوروبا او الدول بتاعة الخليج وكده. يعني لما انت هتصدر المنتج هيبقى رخيص على العميل الامريكي مثلا، لكن هو بالنسبه لك هيدر عليك ربح كويس. يعني منتج لو انت كنت هتبيعه مثلا ب 10 دولار يا عم، او هتقدم الخدمه دي ب 10 دولار، هو بالنسبه له 10 دولار حلو، لكن بالنسبه لك انت 250 جنيه، مش زي ما كانت قبل كده 15 جنيه و70 قرش والكلام ده. فمهم جدا ان كل واحد فينا يفكر ايه هي الخدمه او المنتج اللي يقدر يصدرها بره ويكسب من خلالها فلوس. انا كاحمد مركز قوي على فكره الخدمات، بحيث ان هي مش بتكلفني ان انا اصنع حاجه معينه واشحنها والكلام ده. الخدمات فيرتشوال، لكن انت تقدر تشتغل في حته انك تصدر المنتج الحقيقي بتاعك، تكون مثلا بتصنع جواكت، تيشرتات، ديكورات، اي حاجه، وتبيعها اونلاين وتبعتها مثلا او تشحنها للدول دي وكده. يعني دي فكره بس، take it or leave it يعني.